بيبدأ الفيلم بوحش أبيض بيهرب من مكان، ولما الدكتورة زورا بتشوفه بتبلغ بقفل كل أبواب المكان. لكن الوحش بيقدر يهرب بعد ما الناس بتحاصره بأنه بيتوهج وبيكسر كل الأضواء الموجودة وبيهرب للشارع. لكن في عربية بتخبطه بس بيقوم وبيشوف يافطة عليها صورة جبل إيفرست، وبيطلع لسطح عمارة عشان يشوفها بشكل أوضح. والصبح بنشوف بنت صغيرة اسمها لي بتودع مامتها وجدتها، وبتقول إنها عندها شغل، لكن بيكونوا متضايقين لأنها مش بتقعد معاهم في البيت خالص، ومش عارفين هي بتعمل ايه طول اليوم بره اصلا. وبيقولوا لها توصل قبل العشاء، فبتوافق وبتمشي. وبنشوفها بتشتغل وبتعمل اي حاجه عشان تكسب فلوس. وهي مروحه بتشوف واحد اسمه جين ماشي مع صحابه، وجين ده بيكون مهتم بنفسه قوي وبشكله قدام الناس، واهم حاجه في حياته هدومه والكوتشي وموبايله والسوشيال ميديا طبعا. وبيكون عايز يدخل كليه الطب. انا مش عارفه بصراحه، انا بالنسبه لي جين والطب دوت ميكس. وكمان صحابه بيتريقوا عليه وريحتها، لكن هي بتمشي بكل فخر وبتروح. وبتشوف ولد اسمه بينج وبيكون عايزها تلعب كورة معاه، لكن بتقوله انها ما عندهاش وقت، وبتقوله يلعب مع ابن عمه جين، لكن بيقول لها انه عنده ميعاد، فبتتريق عليه وهو كمان بيتريق عليها. وبيبقى واضح عدم القبول ما بينهم لانه مختلفين، هو شايف نفسه وهي مش هممها حاجة وبتحاول تجمع فلوس. يعني من الاخر كل واحد بيقول في نفسه ربنا يديم عدم القبول اللي ما بيننا. وبتطلع البيت وبتسمع جدتها بتقول انها ما بقتش بتقعد معاهم خالص، فمامتها بتقول لها انها مفتقده باباها ولازم يصبروا عليها شويه. وهنا بيشوفوها وبيقولوا لها تتعشى معاهم، لكن هي بتقول لهم انها كلت وبتدخل الاوضه. بس مامتها بتكون عايزاها تعزف لهم على الكمان عشان تقعد معاهم شويه، لكن هي بتقول لها انها باعته. فبتزعل مامتها وبتمشي وبتخرج هي للسطح من شباك اوضتها، وبتكون عامله خيمه ومزيناها وفيها صور اماكن، وبنعرف انها بتجمع الفلوس دي عشان عايزه تروح للاماكن دي. وبتاخد الكمان بتاعها اللي بتكون ما باعتهوش وبتعزف وهي مستمتعه جدا. وفجاه بتعدي هليكوبتر من فوقيها، فبتقع من شدة الهوا وكمان بيقع منها. ولما بتروح تجيبه بتشوف ايد كائن غريب، فبتتخض وبتفضل تحاول تجيب الكمان من بعيد، وبتاخده فعلا لكن بيعمل صوت. فالكائن بيصحى وبيتعصب، فبتخاف هي. في اللحظة دي بتيجي الهليكوبتر تاني والكائن بيخاف وبيستخبى. لما هي بتشوف خايف فبتساعده وبتخبيه. ولما الهليكوبتر بتمشي بتروح هي تشوف الكائن بس بتلاقيه نايم، فبتفضل قاعدة قدامه طول الليل. والصبح بتلاحظ انه متعور، فبتاخد فلوس وبتنزل تجيب له علاج. وهي راجعة بتشوف زارا والناس اللي بيدوروا على الكائن، وهم بيسألوا الشخص اللي خبطه بعربيته وبيدوله رشوة عشان يسكت وما يتكلمش عن الحصل. انا مش شفت الصراحة كده قبل كده، ده اداله الفلوس وقال له دي رشوة. ما علينا. هي بتجري وبتاخد اكله وبتطلعهوله وبتديله الاكل وبتربط له التعويرة، لكن هو بيكون خايف في الاول بس بيطمن لها. وبعدها بينام تاني، وهي بتنقل الخيمة بتاعتها عند المكان اللي نايم فيه عشان تخبيه اكتر. وبالليل بيصحى بيكون خايف وهيبتدي يعيط، فبتهديه وبتعزف له على الكمان بتاعها وبتقوله ان باباها كان بيعزف لها كانت بتهدى على طول. فبيهدى فعلا وبينور، وكان في زرع دبلين فتح لما نور. ولما بتخلص بيشوف اليافطة وبيشاور لها عليها، فبتفهم انه بيته موجود هناك. وبتبحث عن المخلوقات الغريبة اللي في جبل إيفرست، وبتلاقي فعلا معلومات عنه، لكن الناس كانت فاكرة انه أسطورة واسمه ياتي، فبتندهش. وهنا بنشوف راجل متعصب جدا وبيقول لقائد الفرق اللي عنده يدور في كل مكان عن المخلوق اللي هارب. وفي الوقت ده اليتي بيشوف صورة تي مع باباها، وبيشوف صور الأماكن اللي هي عايزة تروحها. وهو بيشيل الروبوت اللي كان على إيده بيوقع فوطة من غير ما يوصل من فوق. ولما بيروح يشوفها بيشوف تكييف، وبنج والجدة بيلاقوا إن التكييف اتسحب لفوق. فالجدة بتقول له يقول لجين يجي يشوف مين اللي سرق التكييف بتاعهم. وهنا بتطلع ليه وبتشوف اليتي بيلعب بالتكييف، فبتحاول تاخده منه. وفي اللحظة دي بيطلع جين وبنج اللي طلعوا على مشهد صعب جدا زي ما انتم شايفين كده، فبيخافوا وبنج بيصوت وبيفتكروه متوحش. فجين بيتصل بالشرطة وبيبلغهم بوجود وحش على السطح. فبيسمع القائد وزارة المكالمة وبيتوجهوا بسرعة لمكان المكالمة، وبتكون هي بتحاول تهديهم وتقول لهم انه يتي ومش مؤذي. وبتوصل الطيارة، فهي بتقول لليتي يهرب، وهي بتجري تجمع الصور اللي كانت بتتم من الهوا وحطتهم مع الكمان، لكن اليتي خدها معاه وهو بيهرب. فجين وبنج بينزلوا يجروا وراها عشان ياخدوا ايه. ويه بتشوف مركب وبتقوله ان لازم يركب فيه عشان المركب ده بيخرج من المدينة، لكن الفرقة بيحاصروهم. وهنا بيوصل جين وبنج ما بيكونوش عارفين يعملوا ايه، بس لحسن حظهم الوقت ده بيكون وقت استعراض الأضواء، فبيقدروا يهربوا. وبيروحوا للمركب وبيشوفهم الولدين وبيروحوا وراهم وبيوصلوا للمركب وبيركب اليتي، لكن هي بتفكر شوية وبتخاف تسيبه لوحده، فبتنط وراه وبتركب معاه. وبنج بيركب معاها برضه، وجين مش بيكون مصدق اللي هما بيعملوه ده، لكن بيضطر يركب معاهم عشان بيكون مسؤول عن بنج.
وبيفضل يزعق ليها اللي هي عملته لأنها وقعت في مشاكل بتصرفها ده. وغير ده كله واللي قهره أكتر حاجة واللي حاسس في نفسيته إن الكوتشي بتاعته وسخ. وتاني يوم لما القائد بيبلغ بيرنش باللي حصل وإن اليتي هرب فبيتعصب لأن الافتتاح الأسبوع الجاي وهو كده مش هيعرف يثبت وجود اليتي وبيطرده. وبيفضل يتكلم مع زارا إن الإعلام والمجتمع العلمي كله هيكون موجود، فبتقول إن عنده حيوانات نادرة كتيرة جدا بقاله سنين بيجمع فيها، فقال لها إنه وعد العالم باليتي ومفيش حاجة هتنفع تبقى مكانه وإنه عايزه إذا حي أو ميت. فزارا بتقول إنها عالمة حيوانات ووافقت إنها تلاقي له اليتي بشرط إنه ما يأذيهوش لأنها ما ينفعش تأذي أي حيوان وخصوصا لو نادر. وهي على طول بيكون معاها يربوع كيوت خالص وبيكون معصب برنش جدا. وهنا بيجي القائد وبيقول إن في راجل شاف اليتي بيركب المركب ومعاه ولاد صغيرة، فبيفرح وبيقول لزارا تساعده يلاقيه، فبتقول له إنها هتساعده بشرط إنه ما يأذيش اليتي، فبيوافق. ونرجع لجان اللي بيكتب على مامته وبيقول لها إن هو ويو بان في بكين بيتفرجوا على الجامعة، وبعدها بيدخلوا جوه صندوق شحن وبيتنقلوا من المركب لعربية، والعربية بتفضل ماشية بيهم لغاية ما بيقعوا منها. وجيم بيكون عايز يحجز تذكرة عشان يرجعوا للبيت، لكن بيلاقوا اليت اللي هي بتكون سميته إيفرست بيدندن، وهو بيدندن بيلاحظ إن التوت حجمه عمال يكبر وبيكبر جدا لدرجة إنه بيكبر أكتر منهم هم شخصيا. ولما هي بتستنجد بإيفرست وبتقول له يعمل حاجة دي بتكون ردة فعله، فبيخافوا وبيجروا وراه بس ما بيخرجوش سلام من المعركة العنيفة دي. بيحصل شوية خسارة في التوت والليل بيليل فبيقرروا يناموا ويكملوا بكرة. بس جين بيكون عايز يتحرك دلوقتي بس بيرجع في قراره مش عارفة ليه، وبيكون متضايق عشان هو بعيد ومنفصل دلوقتي عن السوشيال ميديا، فبتتريق ايه عليه. فبيقول لها انه بيحب يكون له حياة وصحاب مش زيها، فبتقول انها وحيدة باختيارها هي. فبيقول لها ان الصبح هو بنج هيمشوا من هنا، لكن هي بتقول انها مش هتقدر تسيب إيفرست لوحده، وانه شاف اللي هو عمله النهارده وهو سحري وكمان ولد صغير ممكن يكون بعمر بنج، عشان كده منسجمين مع بعض وعمالين يلعبوا. لكن جيم مش بيصدق، فبتقول له انها هتثبت له وبتاخد طوبة بتروح لإيفرست وبتقول ان هو الطوبة الصغيرة وباباه ومامته الكبار، فبيزعل إيفرست جدا عشان وحشوه. فجيم بيقول لها انها مش هتعرف توصل لجبل إيفرست، لكن هي بتقول له انه لازم يروح لعيلته عشان هو محتاجهم. فبيقول لها ان عيلتها هي كمان محتاجاها وهي دايما بتسيبهم وبتكون مشغولة عنهم. فبتقول انه ما يعرفش حاجة وان حياته دايما سهلة، وبتسأله اذا فعلا هو عايز يبقى دكتور ولا هو شايف انه هيبقى شكله حلو بالابيض. كلامها جارح جدا بصراحة، وبعدين بقى هو سبب كويس اهو، بهزر يا جماعة عشان محدش بس ياخدها على محمل الجدية يعني. فبيقول لها انا مش سطحي للدرجة دي وبيسيبها وبيمشي وبيناموا. وتاني يوم بينج بيصحى لصوت جميل وبتكون هي قاعدة بتعزف وإيفرست مستمتع جدا، وبيكون جين قاعد بيسمعها من غير ما تشوفه، لكن بينج بيعمل صوت من غير ما يقصد، ولما بتشوفهم بتبطل عزف وبتشرب كمان. لكن بينج بيقول لها ما توقفش عشان عزفها حلو قوي، وإن جدتها قالت إنها وقفت عزف لما باباها مات، وقال لها إنه كان بيحب باباها جدا وإنه عارف إن ده كمان بتاعه. فجين بيقول لها إن هما هيروحوا معاها هي وإيفرست للنهر وبعدها هيروحوا، عشان عارف إن في مراكب في قرية هناك بتمشي من المدينة كل ساعة. فبتفرح وبتقول لهم إن هم يقدروا يمشوا، لكن هي هتوصل إيفرست لحد بيته. وفي الوقت ده فريق بيرنش بيكون اتعقب أثرهم وبيدوروا عليهم وبيلاقوهم فعلا بالدرون بتاعهم، فبتتمنى هي إن هم يقدروا يهربوا من الموقف ده. فبيدندن إيفرست تاني وبيتوهج كده، والنبتة اللي كانت معاها بتكبر جدا وبتطير. فإيفرست بياخد بينك وبينط معاها، لكن جيم بيكون مش موافق على الفكرة دي عشان خطيرة، وبيحاول يمسك بينك وينزله لكن مش بيعرف. فبيقول لهم يقابلوه عند القرية اللي عند النهر، وبيفضل الفريق يجري ورا الولاد بالدرون اللي معاهم وبيحاولوا يوقعوهم بس ما بيعرفوش، وبيكونوا مسكوا جين وزارا بتفهموا ان هم مش اشرار، لكن كانوا بيحاولوا ينقذوا لما إيفرست خطفها، وبيسألوه عن مكانهم. فبيقول لهم انه عارف هم هيروحوا فين عشان بيكون عايزهم يرجعوا سلام. وبالليل بيرنش بيحكي لجين اللي حصله زمان، وقال له ان يتي حاول يقتله، ولما حاول يحمي نفسه بالفاس اللي معاه كان اليتي اختفى من غير اي اثر. ولما روح وحكى للعالم اللي حصل له محدش صدقه وضحكوا عليه. فبيستغرب جين لانه قضى حياته كلها عشان يلاقي اثبات على وجود اليتي. ونرجع لإيفرست وبينك وهي اللي ضايعين في الصحراء، وهي بتلوم نفسها عشان هم دلوقتي تايهين، ممكن يكون جات في مشكله دلوقتي وكل ده بسببها. لكن بتفتكر مامتها وهي بتقول ان ما ينفعش الواحد يستسلم ابدا. فبيكملوا مشي ونروح لجين اللي بيكون مش عارف ينام، فبيطلع بره بس بيسمع زارا هي بتتكلم مع القائد وبتقوله ان بيرنش ابتدى يبقى حنين وان هم لازم يتصرفوا بسرعه ويجيبوا اليتي، وتقول له يعمل اي حاجه عشان يجيبه. فالقائد بيقول له انه كان فاكر ان هم مش لازم يأذوا اليتي، فبتفهمه ان المشتري مش هيكمل الصفقه غير لما يكون اليتي عايش، لكن مفيش مانع ان يكون متعود شويه. ولما بيسألها عن الاطفال فبتقول له يتخلص منهم لو عايز ياخد نسبته، وبتقول ان هم عايزين يخلصوا الموضوع بسرعه عشان زهقت من تمثيل دور العالمه المحبه للحيوانات
وبتقول له يتخلص من اليربوع اللي شايلاه معاها ده كمان، وبترميه بعيد. لكن بيكون خد المفاتيح معاه، وبياخده جين وبيوديه لبرنش عشان شايف انه هيكون احسن من زارا. وبياخد المفاتيح وبيسيب كل العربيات الفخمه وبيختار موتوسيكل، ولسه بقى هيعمل فيها بطل وهيروح ينقذهم ويعمل حته اكشن. ده ايه اللي بيحصل؟ فبياخدها جري في الاخر. هو مش جري للمصداقيه يعني، هو بياخدها صويت. وهنا جت اصعب لحظه على جين، اللي بيضطر يبيع فيها اغلى حاجه عنده، موبايله، عشان يشتري مركب. وبيكون الولاد اتبهدلوا خالص وتعبوا من كتر العوم، لكن من حظهم ان هم لقوا قطر معدي فبيفرحوا جدا. وايفرست بيعمل لهم اعصار على خفيف كده عشان يعرفوا يوصلوا له، وبيدخلوه فعلا وبيستغربوا من الموهبه اللي عنده دي، وبيفهموا ان هو بيتكلم مع الطبيعه. وهنا بيوصلوا للقريه وبيكونوا عايزين يدوروا على جن، لكن لازم يخبوا ايفرست، فبيخلوه يتنكر في شكل الحيوانات اللي هناك. وهنا بيجي الفريق وبيشوفوهم وبيحاصروهم، وبيكون ايفرست حواليه حيوانات كتيره، فبيفكر بينج في طريقه يساعدوا بيها، وبيضرب كل الحيوانات فبيجروا كلهم، والفريق كله بيهرب، وبيطلع ايفرست منها بكل سهوله. وجان بيكون وصل وخد ايه، وبيروحوا ياخدوا بينج وايفرست وبيمشوا. لكن بتطلع العربيه بتاعت الفريق بتمشي في الميه عادي، وبيجروا وراهم. فايفرست بيتصرف وبيشيل موتور المركب خالص وبيمشي المركب هو، وفجاه بيلاقوا ارض قدامهم، ومن السرعه معرفوش يبطئوا، فبيكملوا بالمركب جري في الارض عادي. لكن الفريق معرفش وحودوا فجاه، فالعربيه اتقلبت بيهم. والله انا مش عارفه هي دي عربيه ولا مركب ولا ايه بالظبط، هي غريبه، بس المهم اهي اتقلبت بيهم وخلاص. فنرجع للولاد اللي بيكون ايفرست طاير بيهم في النجيله، وكمان مخلي الارض عماله تعلى وهم عاملين يتزحلقوا لغايه ما بيعليها جامد، فبيقعوا من المركب في الاخر. وبيكون المنظر كانهم بيغرقوا في الخضره كده بالظبط. وبعد ما بيضحكوا من اللي حصل بيكتشفوا ان الكمان اتكسر، فبتنصدم وبتجري تقعد لوحدها. وبيروح لها جن، فبتقول ان باباها كان دايما بيعزف لها على الكمان ده اغنيه مخصوصه ليها هي وبس، وكانت بتحس ان كل حاجه كويسه، وان الكمان ده بالنسبه لها كان كل حاجه في حياتها. فبيعتذر ان قال لها انها دايما مش في البيت وعلى الكلام اللي قاله لها، لكن هي بتقول انه عنده حق، وانها اصلا مش عارفه هي دايما مشغوله ليه، هي بس مفتقده باباها ومش عارفه تعمل ايه. وعيلتها كمان بعاد عنها، فجيم بيسالها اذا كان هم فعلا اللي بعاد عنها، فبتحس انه معاها حق، وبيقول لها انها كانت معاها حق لما قالت له انه هيدخل الطب عشان شكله هيبقى حلو في الابيض، وانه فكر في الموضوع ده فعلا. والله الولد صادق جدا يعني. انا قلت من الاول جين والطب دوت ميكس. نرجع لزارا اللي عماله تحرض برنش اكتر انه لازم يمسك اليتي عشان محدش يضحك عليه تاني، وان هم لازم يمسكوه بسرعه عشان كل ما هيقرب من جبل ايفرست كل ما قوته هتزيد اكتر. ونرجع للولاد تاني، وايفرست بيكون عامل ليه مفاجاه، وبيكون صلح لها كمان وحط مكانه شعر منه، فبتفرح جدا وبتقول له انه بقى احسن من الجديد، وبترجعه مكانه. وبينج بيشوف الصور اللي كانت معاها وبيسالها عنهم، فبتقول انها صور لاماكن باباها كان عايز يزورهم مع العيله كلها، فبيقول لها ان كل الاماكن دي هم راحوها في الرحله بتاعتهم، ومش بتكون مصدقه ده حصل ازاي، لكن بيكون في مكان واحد لسه ما راحوهوش. وبيجي ايفرست وبيديها صورته، وبيكونوا واقفين باصين للمكان ده دلوقتي، فبتفهم ان ايفرست هو اللي جابها للاماكن دي كلها. وبيوصلوا لاخر مكان وبيطلعوا له، بتتمنى ان باباها كان يكون معاها دلوقتي، فايفرست بيديها كمان وبتعزف، والمكان بيتملي ورد عشان شعر ايفرست اللي في الكمان بيكون موجود في سحره. وبتفرح جدا انها قدرت تعمل كده، وجيم بيديها ورده من اللي طلعته بعزفها وبيحمسها عشان يكملوا رحلتهم. وبعد مشي كتير فعلا بيوصلوا للكوبري اللي في نهايته بيت ايفرست، لكن لما بيطلعوا على الكوبري بيلاقوا طيارات وعربيات محاصرهم من الناحيتين، فهي بتقوله يجري بسرعه ناحيه الجبل بتاعه قبل فوات الاوان. لكن ايفرست بيتعصب وبيجري يطلع فوق الكوبري وبيدندن تاني وبيتوهج، وبيجيب عليهم هوا شديد جدا وبرق. ولما برنش بيشوف القوه دي بيندهش وبيفتكر اللي حصل له زمان، واتضح ان اليتي كان بيحمي ولاده، ما كانش قاصد يأذيه. فبيفهم ان ايفرست بيعمل نفس الحاجه دلوقتي وبيحاول يحمي الولاد. وهنا زارا بتقول له يؤمر الجنود ان هم يضربوا ايفرست، لكن هو بيرفض لانهم عشان يحموه لازم يسيبوه في مكانه. بس زارا طبعا ما بيعجبهاش الكلام ده، وبتخلي القائد يخدره، وبعدها بيخدروا ايفرست وبيكتفوه وبيحطوه في عربيه وبيكتفوا الولاد كمان. لكن هي بتهرب وبتروح تضرب زارا، بس بتزقها وبتوقعها من فوق الكوبري، فبيخاف جين وبنج عليها جدا، بس بيكونوا متكتفين في عربيه ومش عارفين يعملوا ايه. وهنا بتشوف ان هي عايشه وبتكون مسكت في حبل وموقعتش، وبتروح لها الورده اللي جين اداها لها، فبتتحمس وبتطلع للكوبري تاني وبتاخد الكمان وبتعزف. وبيكون الفريق خد صحابها وايفرست وماشيين، لكن لما عزفها بيعمل قوه ولما بتوصل لايفرست بيفوق وقوته بتزيد وبيعمل تلج في الارض، بيوقف العربيات وبيخوفهم، فالناس بتجري وبيقدر الولاد يخرجوا مع برنش وبيروحوا ليه.
بس زارا بترفض الاستسلام وتجري بأقصى سرعة بالعربية عشان تموت إيفرست. وهنا القائد بيسأل السؤال المعتاد بتاعه وهو بيصوت: أنا كنت فاكرة إنني لازم تخلي ليتي عايش. يا أخي كفاية السؤال ده بقى، هتموت ومفيش على لسانك غير السؤال ده. لكن زارا اللي قلبها مات ومش بتفكر في حاجة غير الانتقام دلوقتي بتقول له إن هيفي بالغلط ميت برضه، وبتخبط إيفرست فعلا. لكن التلج اللي خبطوا فيه بيتشقق وبيسوق العربية وبتقع من فوق وفعلا بيموتوا. إيفرست الحمد لله بيطلع منها عايش، وبيفرحوا الولاد هما وبيرنش اللي بيقول لإيفرست إنه أروع مخلوق شافه في حياته، وعشان كده العالم ما ينفعش يعرف بوجوده عشان مش هيفهموه أبدا، لأن هو كمان مفهموش. وبيعرض على الولاد يرجعهم تاني المدينة، فبيشكروه وبيقولوا له إن هما وعدوا إيفرست إن هما هيوصلوا لبيته، فبيكون عايز يساعدهم بأي حاجة، فبياخد لبس الرجالة بتوعه وبيديهولهم. ويا عيني بيسيب رجالته كده في عز البرد. أنا مش عارفة طالما ضميره وجع قوي كده وعايز يساعدهم بأي حاجة، طب كان اداهم هدوم هو، رجالته ايه ذنبهم يعني؟ ما علينا. بيقول لهم ان هو هيستناهم وبيكون الطريق لسه طويل للجبل. لكن إيفرست بيوصل بقى لقوة جامدة جدا وهي الطيران على السحاب، وبيطيروا لغاية الجبل وهم مبسوطين جدا والله بدون قطع المتعة في اللحظة دي. وهي لحظة حلوة فعلا، بس والله لو القوة دي كانت عنده من الأول كان الفيلم خلص من زمان. بس هو قوته بتزيد لما بيقرب من الجبل، ده اللي فهمته لما اتفرجت على الفيلم تاني بتركيز. لكن أول مرة قلت طيب ليه ما طارش من الأول وسهل على نفسه وعلى الولاد وعلى المشاهد. بس التفصيلة جامدة برضو عشان يخلوا الطيارات في الآخر ويعملوا مشهد مفرح جدا، وهو جامد فعلا. خلونا نكمل بقى اللي حصل. بيوصلوا في هلا للجبل وإيفرست بيقف يدندن، وبنلاقي عيلته جاية وبتروح له وبتودعه وبتقوله إنها مش مصدقة إن رحلتهم انتهت. لكن هو بيديها صورة عيلتها فبتقوله إنها فعلا لسه الرحلة ما انتهتش وبتشكره. والولدين بيحضنوه وبيجري على عيلته وعيلته بتشكرهم وبياخدوه وبيمشوا وبيخفوا أثرهم. وهنا بيرنس بيوصل الولاد وبتطلع وبتحضن عيلتها وبتقول لهم ان هم وحشوها جدا. وبيجي الولدين ومعاهم صندوق من بيرنش في حاجات ومكتوب فيه لرحلتكم الجايه، وبعدها بيقعدوا ياكلوا مع بعض وهم مبسوطين. وكده بيكون الفيلم خلص. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه واستنوني في الفيلم الجاي.